ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض احلى قراقيش زي بتاعه الافران واحسن. هتعرفوا لما تجربوها بنفس الطريقه والمقادير. انا سميه ودي قناه مطبخ السعاده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ودعمكم بيفرق معايا. ويلا نشوف المقادير مع بعض. المقادير: معانا كيلو دقيق سنبلة الفرات، ده نوع جميل جدا بيشتغل في القراقيش والكحك، كل انواع المخبوزات. انا بجربه دايما وبتطلع الحاجه مظبوطه جدا. بنبدا هنا ننخل الدقيق. اي دقيق لازم نجيبه، لازم ننخله لانه بيكون فيه تكتلات وبندخل الهواء فيه، فدي خطوه مهمه. 3 معالق سمسم كبير، معلقه كبيره، نص معلقه بيكنج باودر، الفانيليا، رشه الملح. هنبدأ نقلب المواد الجافة مع بعضها، نمزج كده كله مع بعضه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب هنا معلقة خميرة كبيرة او معلقتين بمعلقة الشاي، دول معلقتين بمعلقة الشاي، ولو معلقة كبيرة هتبقى واحدة بس، مع ربع كوباية مية دافية و3 معالق سكر كبيرة. هنعمل اختبار للخميرة في ربع كوباية مية تكون دافية. هنحطها على جنب، و450 جرام سمنة على زيت. لو عندك سمنة بس مفيش مشكلة، بنفكها بس على النار، ما بنسخنهاش، يدوبك حطيناها على النار فكناها. ونبدأ نحطها على المواد الجافة، حطيناها على الدقيق والسمسم والبيكنج باودر ورشة الملح. هنبدأ هنا نمزجهم مع بعض، ندخل السمنة في كل أجزاء الدقيق. الخطوة دي مهمة جدا، اللي هي بنسميها خطوة البس. هنبدأ نبسهم مع بعض، نمزجهم مع بعض كويس جدا. زي ما انتوا شايفين الخطوة دي مهمة جدا قبل ما نحط عليها السوائل. اللهم صل على سيدنا محمد. كده خلصنا الخطوة المهمة دي. هنبدأ نحط الخميرة مع السكر والمية، ربع كوباية مية دافية. هنحط هنا كوباية لبن، بس انا مش هحطها كلها في الاول كده. كوباية اللبن سبت منها شوية، لو العجينة احتاجتهم هنحطها. ونبدأ نعجن، بس احنا مش بنعجن العجين، احنا يدوبك بنلم العجينة. بقية اللبن هنحطه كده، السوائل كوباية وربع، كوباية لبن وربع كوباية مية. هتكون كده السوائل مظبوطة جدا معانا. يدوبك انا بلم العجينة، ما بعجنش، بعمل لها عملية لم زي ما انتوا شايفين كده عشان ما يبقاش فيها عرق. يدوبك لميتها وشربت لها السوائل. هناخد حتة كده، هنعجنها بين ايدينا كده عشان نشوفها هل شققت. مظبوطة جدا معانا العجينة، مظبوطة جدا زي ما انت شايفة، وهتبان معانا في العمايل كمان واحنا شغالين. هنبدأ نغطيها، هنسيبها 10 دقايق. العجوة هنا منسولة، جبت عجوة منسولة جاهزة، حطيت عليها معلقة زيت وهبدأ اعجنها. وهنحط عليها معلقة سمسم ومعلقة ماء زهر، وهنبدأ نعجنها مع بعضها. هندمجها كده، بس يكون نوع العجوة المنسولة كويس، عشان في بيبقى نوع فيه رملة وكده، يعني نتأكد من جودة العجوة. هنبدأ هنا ناخد حتة بين ايدينا ونفردها كده، نعملها على شكل صوابع. نفردها بين ايدينا او على مفرش العجين، الحاجة اللي عندك. نبدأ هنا نفرد الكمية، وهاخد حتة من العجين ما تكونش كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ افردها. العجينة بسم الله ما شاء الله في الفرد كويسة جدا ومظبوطة.
وانتوا هتشوفوها لما نسووها تطلع بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نحط العجوة ونفردها كده، هنحطها في النص، هنبدأ نجيبها على حرف العجين ونبدأ نضم حرف العجين مع العجوة. يا دوبك هنقلبها قلبة واحدة بس، وابدأ اقص بالسكينة، ما اخدهاش كذا قلبة علشان ما تكونش تخينة. هنبدأ نقفلها بالجوانب واقطع كده، والحجم اللي انت عاوزاه، عايزاه صغير، عايزاه يكون حجمه كبير شوية، اللي انت عاوزاه. هنبدأ نحطها في السمسم، ومعانا الصينية مش هنحط فيها اي مواد دهنية، هنحطها كده لان هي المادة الدهنية السمنة والزيت كافية جدا في العجينة. هنخلص الكمية زي ما انتوا شايفين، الشكل معانا احسن من الجاهز بكتير جدا. التسوية هتكون 180 في الرف الوسطاني. التسوية طالعة معانا بسم الله ما شاء الله، من فوق ومن تحت النار مظبوطة، وطالعة معانا بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الكيلو عمل لي كمية كويسة جدا زي ما انت شايفة الكمية معايا، مع احلى كوباية شاي للفطار الصبح. حاجة سهلة كده سريعة بسرعة وبألف هنا وشفا، خفيفة جدا